انت من النهارده مش محتاج تدفع فلوس عشان تبيع منتجاتك او حتى تزود مبيعاتك. الاوتوميشن اللي قدامك ده حرفيا قادر ان هو يعمل لك فيديوهات يو جي سي ويزود من مبيعاتك. يو جي سي معناها يوزر جينيريت كونتنت، يعني العميل هو اللي يقول رايه في المنتج. وطبعا في عملاء كتير بتبيع منتجات وعايزه الناس تقول رايها في المنتج. طب نجيب منين الكلام ده؟ طبعا في ناس بتدفع الوفات حرفيا في الفيديوهات دي عشان خاطر تجيب ناس تقول رايها في المنتجات وكمان تحطها على الصفحه بتاعتها فتبيع اكتر. طب ايه رايك انا اوفر لك اوتوميشن مجاني تقدر ان انت تطلع منه فيديوهات يو جي سي وكمان تقدر تبيعها للعميل؟ اكتب لي بس كلمه تم وهبعت لك الاوتوميشن وكمان الشرح مجانا، ويلا بينا نبدا الفيديو. يعني منكم جديد، معاكم مروان خليل من ان ان. ما بقتش ان ان، بقت ابراهيم خليل. والنهارده باذن ربنا هنتكلم عن ازاي اعمل يو جي سي. والميزه في حته الاوتوميشن ده ان انت تقدر ترفع صوره المنتج. يعني احنا بنرفع صوره المنتج وزي ما انت شايف كده هو بيبدا ان هو ايه، يعمل لنا فيديو زي ما انت شايف كده. تمام. ويدينا كمان الويب سايت لو احنا عايزين ايه، نعمل نحط ويب سايت او اي حاجه. ماشي. طب بيتكون الاوتوميشن ده من ايه؟ اول حاجه بيتكون من ان انا اديله الصوره. ماشي. ادي الصوره بتاعتي. ممكن انا اقعد بقى احط له الصوره، احط له بيانات المنتج على حسب ما انا عايز براحتي. يعني الموضوع في ايديا. جميل. طيب انا محتاج برضو ايه؟ انا محتاج عشان ابقى امين معاك، احنا محتاجين صورة بي ان جي. ماشي. نرفع صورة بي ان جي. ولما بنرفع الصورة البي ان جي، يعني لو دوست على اكسكيوت كده، طبعا الاوتوميشن هيبقى كده كده معاك مجاني. تمام. بس انا بفهمك خطوات الورك فلو عشان لما تشتغل. طبعا انت بتدوس على تشوز فايل وتبدا ان انت تختار الايه، الصوره بتاعتك. ماشي. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ انا هنا هوت عندي بقى ورك فلو كونفيجريشن. عندي البرودكت نيم، انا هنا هوت حاطط اسم المنتج والديسكريبشن بتاعه، وعايز مين التارجت اودينس. انا تارجت الفيميل. ماشي. الفال اي اي ده مالكش دعوه بيه مش دلوقتي. الافاتار اللي هيعمل الفيديو فيميل، والسن بتاعها من 25 ل 35. ماشي. طبعا انت بتغير في الاعدادات دي براحتك. لو انت عايز انت تعملها من هنا برضو براحتك. يعني انا ممكن اعملها من الفورم سبمشن. يعني انا ممكن افتح الفورم سبمشن كده وابدا اقول له مثلا انا عايز اد فورم مثلا فيلد، مثلا اقول له برودكت نيم، بحيث ان هو ايه ياخدها من ايه، من الفورمه، بدل ما يبقى مثلا انا اللي اكتب وهكذا. لا، انا هفتح الفورمه واكتب، او ممكن اجيبها من جوجل شيت. يعني اللي انا عايزه. ماشي. ممكن اجيبها من ايه، من جوجل شيت. طيب بعد كده عندي اي اي ايجنت. ماشي. الاي اي ايجنت ده بقى بيعمل لي ورك فلو، اسف برومت. والبرومت ده بيبقى عباره عن يو جي سي سكريبت رايتر، وبيبدأ إن هو يعمل لي فيديو على هيئة 30 ثانية. وطبعا أنا بديله الاسم المنتج والوصف بتاعه وهكذا. وهو بيطلع لي الإيه، البرومت. ماشي. طبعا لازم أربطه براوس زي شات جي بي تي. لو دوست كده زي ما أنت شايف أنا هنا ربطه بشات جي بي تي 4 او. وبعد كده بيطلع لي الإيه، البرومت. ماشي. البرومت بتاعه. تمام. من هنا وهنا برفع بقى الصورة على جوجل درايف. تمام. بعمل لها داونلود على ان ان. جميل. وبعد كده بعمل لها ابلود على جوجل درايف تاني. بعمل لها داونلود وابلود. هتقول لي اشمعنى؟ عشان اخد اللينك من ايه، من جوجل درايف. يعني انا طبعا بحط الصورة الاول على جوجل درايف، وبعد كده بخليه يطلع لي لينك. اللينك ده ببدأ ان انا استخدمه بتاع الصورة بقى، عشان احنا محتاجين صورة المنتج. هتقول لي انت بترفع انهي صورة؟ هقول لك برفع صورة الايه، المنتج. طيب انت طبعا لما هتنزل خلي بالك، انت هتنزل ورك فلو فروم، تقول له دوس امبورت فروم فايل وهتنزله من اول لينك. في ناس كتيرة بتسأل انزله ازاي. انت هتخش على المقالة، هتنزل تحت، هقول لك حط ايميلك، هيديك الورك فلو على الايميل.
وهتلاقي اول ما تحط ايميلك ولازم يبقى ايميل صح هتلاقي الورك فلو اتبعت على الايميل. في عندنا نوع بقى اللي بيطلع الصورة. احنا الأول بنستخدم حاجة اسمها فال، ماشي، فال AI، وده الموقع طبعا احنا بنشحنه لأن الفيديو بيحتاج إن هو يتشحن فلوس. طبعا هنا بيطلع لنا الصورة زي ما انت شايف، دي صورة البنت اللي هي هتبقى الأفاتار بعد كده اللي هيتحرك. زي ما انت شايف كده هو عمل ايه، أفاتار. فطبعا صورة البنت هتتعمل بنانو بنانا. طبعا انت مش هتعمل اي حاجة غير ان انت بس تغير في ايه، في الاوثرايزيشن. ماشي، انت هنا هتروح على فال، هتروح بعد كده على مانج، وبعد كده تروح على اي بي اي كيز، بعد كده تدوس على اد كي، وبعد ما تدوس اد كي هتاخده كوبي وتروح تحطه، بس اوعى تشيل السبيس والكي اللي انا علمت عليهم دول. وتحت ما تلعبش في اي حاجه، ده البرومت، ده الصوره، ده الايدج اللي الست يعني هتبقى يعني صورتها عليها، الجندر اللي هو يعني فيميل ولا ميل، عدد الصور اللي هطلعها، الاسبكت ريشيو. يعني هنا مثلا بالطول، انا عايز الفيديو بالطول، عشان كده هتلاقوا ان الفيديو هنا هو هستخدمه ريل طبعا. الاوتبوت فورمات هتطلع لي الصوره على هيئه بي ان جي. طيب بعد كده هبدا ان انا ايه، اعمل داونلود للافاتار، ما تلعبش في اي حاجه. تمام، بعد كده لو الصوره طلعت هتبدا بقى ان احنا نلينكها بايه، ب فيو 3. فيو 3 على نفس الموقع برضو، ماشي، نفس الموقع. فيو 3 طبعا مشهور جدا بس اخره 8 ثواني. خلي بالك من المعلومه دي. كل اللي عليك ان انت هنا في الريدر دوت اوثرايزيشن هتدوس على كرييت كريدنشال وتبدا تحط كلمه اوثرايزيشن. هتروح على فيو 3 كرييت كريدنشال، بعد كده كرييت نيو كريدنشال، تحط اوثرايزيشن، تحط كلمه كي وسبيس، وبعد كده تحط الاي بي اي اللي ظهر لك وتدوس على سيف. بس ما تلعبش بأي حاجة تانية. اللي تحت ده عبارة عن البرومت اللي انت عملته من ال AI agent الأولاني دوت، ماشي. وعندك برضو ايه تاني بناخده، برضو الصورة بتاعت البنت، الاسبكت ريشيو، المدة، تطلع صوت ولا لأ، براحتك. لو انت مش عايز تطلع صوت يعني لو دوست على داونلود فيديو، لو دوست على فيو، وطبعا هنا هيديك لينك الفيديو، ماشي اهو زي ما انت شايف كده البنت اللي احنا اخترناها. طبعا ده برومت على فكرة، موضوع الشعر ده برومت، فانت ممكن برضو تلعب في الحتة دي كويس. جميل. طبعا في حاجة اسمها الصورة ده هيدي حاجة أعلى وأكتر، يعني ممكن يعمل أكتر من 30 ثانية وهكذا. تمام، ما تنساش إن أنت تنزل على أول كومنت وتحمل السكريبت، وما تنساش إن أنت تشترك في الكورس بتاعنا عليه خاص لغاية دلوقتي. كان معاكم مروان خليل من إبراهيم خليل، سلام.